تفتكروا ايه هي اقوى كلمة في العالم؟ هل هي سوبرمان ولا هبركدبرا؟ لا، الكلمة الحقيقية اقوى بكتير وممكن تخلي يومك كله مفاجآت وهدايا. سليم ما كانش مصدق لحد ما ظهر له عصفور ذهبي صغير في نص الليل وكشف له السر. تعالوا نشوف الكلمة دي عملت ايه مع سليم ومين هو العصفور الذهبي. تانية مكان كان في ولد شاطر جدا زيك كده بالظبط، اسمه سليم. سليم ده كان بطل في كل حاجة، بس كان عنده مشكلة واحدة صغيرة. كان بيحب كلمة لأ وكلمة مش عاوز أكتر من أي حاجة في الدنيا. ماما تقوله يا سليم يلا ناكل، يقول لها لأ. بابا يقوله يا بطل يلا نلم اللعب، يقوله مش دلوقتي. وفي ليلة وسليم نايم سمع صوت زقزق جاية من شباك غرفته. سليم فتح عينيه لقى عصفور ذهبي صغير جدا لابس تاج صغنن خالص. سليم اتخض وقال له انت مين؟ العصفور قال له انا حارس مملكة الكلام الحلو وجيت اقول لك سر خطير يا سليم. انت عارف ان كلمة حاضر دي كلمة سحرية؟ سليم ضحك وقال له سحرية ازاي يعني؟ دي كلمة عادية خالص. العصفور قرب منه وهمس في ودنه وقال له لا، دي كلمة بتفتح أبواب مقفولة. كل مرة بتقول فيها حاضر لماما وبابا من قلبك وبابتسامة بيطلع من الكلمة دي خيط نور مخفي بيخلي ماما وبابا يبقوا فرحانين جدا واليوم كله بيبقى مفاجآت. سليم ما كانش مصدق فقرر يجرب الصبح. وأول ما صحي من النوم ماما دخلت وقالت له سليم حبيبي يلا عشان نغسل سنانا. سليم كان لسه هيقول لأ، بس افتكر العصفور الذهبي. فجأة قام وقف وقال بصوت عالي وبمرح حاضر يا ست الكل. ماما اتفاجئت جدا وضحكت من قلبها وقالت له يا خبر ايه الجمال ده يا سليم، عشان انت سمعت الكلام بسرعة انا هعمل لك احلى فطار بتحبه وبعدها هنلعب بالصلصال سوا. سليم حس فعلا ان في نور مالي البيت وان كل حاجة بقت اسهل واحلى بكتير لما قال كلمة حاضر. ومن يومها سليم بقى ملك كلمة حاضر وبقت الكلمة دي هي سر سعادته وقوته. وكده خلصت حكاية النهاردة، بس حكايات ليلو لسه ما خلصتش. عشان تكون بطل معانا في حكايات ليلو اعمل لايك ومتابعة واستنوني في حدوتة جديدة.